بسم الله توكلنا على الله. اهلا بيكم حبايبي واصحابي وزملائي وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي من خلال قناة مدرسة الحب والسلام او من خلال صفحتي على فيسبوك، صفحة عصام فوزي الشاعر الغنائي او عصام فوزي السيناريست، او صفحة رئيس السيسي رجعها حلوة تاني. انا يمكن اول مرة طالع معاكم عشان يعني عاوز أعرفكم على محتوى مدرسة الحب والسلام، أو ماذا تعني مدرسة الحب والسلام. مدرسة الحب والسلام هي مفهوم بيعبر عن القيم والأخلاق اللي احنا تعلمناها في الكتب، أو تعلمناها في الكتاتيب، أو تعلمناها في المؤسسات الدينية، إن كان في الكنيسة أو في المسجد أو في أي مكان في الدنيا. في الآخر هو الله سبحانه هو مصدر الحب والسلام، هو النبع الحب والسلام. بنقول الله محبة وبنقول الله السلام. مش هنخوض طبعا، وأنا طبعا أقل إن أنا أشرح لحضراتكم معنى الحب ومعنى السلام، بس احنا مش بصدد الشرح في المعنى قد ما بصدد ان احنا بنعتبر كلنا عارفين الحب والسلام. يعني كل بيشوفونا او كل بيسمعونا هم زينا، من طالعين من الحب والسلام. بس هي الحلقة دي او اللقاء ده مخصوص عشان نتعرف على المحتوى الفني اللي احنا بنقدمه. انما هي مدرسة الحب والسلام هي كيان بيقدم القيم والاخلاق في شكل فني او في شكل اغنية. عفوا. على اعتبار ان انا كعصام فوزي انا شاعر غنائي وسيناريست سينما ومنتج فني بحترف مجال صناعة الأغنية. وطبعا مدرسة الحب والسلام فيها ناس تاني غيري كتير، يمكن أحسن مني كمان، هم فنانين برضو، زملائي وأصدقائي وإخواتي وشركائي في النجاح وشركائي في العمل يعني. مدرسة الحب والسلام هي قناة موجودة على يوتيوب، فيها يمكن المحتوى بتاعنا. المحتوى برضو اللي فيها موجود في صفحات تانية تخصنا، وتذاع منه حاجات كتيرة في الإذاعات الرسمية والمحطات التلفزيونية الرسمية، خاصة في التلفزيون المصري. لما هنرجع مع بعض حاجة من القنوات اللي موجودة عندنا أو من المحتوى اللي احنا بنقدمه، اللي هيدخل يعني طبعا على القناة، إن كان كتب على يوتيوب هيكتب مثلا مدرسة الحب والسلام، مدرسة الحب والسلام، هيجيله الصفحة بتاعتنا. تبدأ هيلاقي فيها مثلا أولها هيلاقي غنوة. وطبعا هو الفيديو أو الفيديوهات جاية بصدد آخر حاجة معروضة، فخلينا في آخر حاجة أو اللي هيقابلنا قدامنا مثلا. وفي فيديو مثبت أساسي هو الواجهة بتاعت القناة، ده يمكن كليب وأغنية رجعها حلوة تاني. دي من أهم الأغنيات أو آخر الأغنيات الرسمية اللي احنا عملناها. أغنية رجعها حلوة تاني دي كلماتي أنا الشاعر عصام فوزي، ألحان وغناء الفنان محمد وحيد، توزيع موسيقي الفنان وليد مصطفى، والكليب عامله المخرج محمد يحيى. أغنية رجعها حلوة تاني احنا ممكن نسمعها مع بعض او نسمع منها جزء اللي حابب يسمعها معانا يعني. تقول شكرا للي عمر واللي طور وخلى كل شبر فيها جميل منور، رجعها حلوة تاني سبحان مصور. شكرا للي فكر ولسه عنده يقدم اكتر، مستعد يضحي بروحه عشانها بس يشوفها دايما اكبر. طبعا احنا بنتكلم عن مصر يعني، رسميا انا رجعها حلوة تاني بنتكلم عن مصر. رجعها حلوة تاني الفاعل في هذا الرجوع لحلاوتها ولجمالها من هو؟ طبيعي جدا في أذهاننا ممكن يكون رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، ممكن تكون الدولة والحكومة إن هي اشتغلت، ممكن يكون
السادة رجالة مصر، المهندسين والدكاترة والمحامين والفنانين، وكل واحد في مجاله هو اشتغل في البلد فعلا، وكان مساهم ان هي ترجع حلوة تاني، فهو رجعها حلوة تاني. مفيش مانع نسمع منها مع بعض. انا بحاول ان انا اروح للقناة. بس هي ده شكل القناة اهو، وده الكليب، ده لوجو القناة. احنا طبعا رجاح حلوة تاني ما اصبحش كليب بالنسبة لنا بس كمؤسسة او كمدرسة الحب والسلام، هي اصبحت مبادرة بندشنها عشان كل شبر في مصر احنا نروح نشوفه ونبص عليه، ونقابل الناس اللي قاعدة في المكان ده ونقول له قول لنا فعلا مصر رجعت حلوة تاني ازاي. وعملنا برنامج، صورنا حلقات من برنامج رجاح حلوة تاني، هيبقى موجود برضو في القناة. رجاح حلوة تاني ده مشروع قومي بالنسبة لي، أنا شغال عليه أنا والزملاء، فريق عمل مدرسة الحب والسلام. عاوزين نظهر ونبين كل مكان جميل في مصر وأصبح حلو خلال السنين اللي فاتت، على الأقل خلال فترة تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. أكيد كلنا لامسين إن في تغيير وفي حاجة مختلفة حصلت، حتى على شكل مصر نفسها، الطبيعة، مصر نفسها، المباني نفسها، المؤسسات، مصر الشعب او مصر الناس. يعني اكيد احنا حلوين بفضل الله، بس بلدنا لما تبقى جميلة وفيها مقومات وامكانيات هتخلي جمالنا ده احسن. يعني انا لما اكون بشتغل في القاهرة الجديدة وانا ساكن في الهرم، او انا في اسكندرية وعايز اروح مصر او عايز اروح اسوان او عايز اتحرك اعمل بيزنس مختلف، اكيد ده هيساعدني. يكون في امان في الطرق، لما يكون في شوارع يعني مؤهلة ان يمشي فيها سيارات مختلفة بمختلف أحجامها وأشكالها في طريق منتظم مخصص، حارة للملاكي وحارة في طريق يعني للعربيات الجرارات مثلا، أو العربيات النقل، أو العربيات اللي فيها بضاعة مستوردة ماشية في الطرق أو ماشية في الطريق. ده أكيد لازم، ده أكيد يعني ده مهم. طب احنا عشان نبقى اصلا نبقى دولة متقدمة او نبقى دولة زي بقية الدول، مصر تبقى دولة متقدمة صناعيا، فطبيعي يبقى عندنا يعني عندنا مصانع مؤهلة ومجهزة بفريق عمل وبعمالة عندها صحة جيدة عشان تعرف تشتغل. وانا شفت ان اول مشروع يمكن او اول ملف اشتغل فيه سيادة الرئيس هو ملف الصحة، بدءا من موضوع اللي هو الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط والفيروس سي، الحاجات اللي احنا مرينا بيها كلها، عشان يبقى عندنا عمالة كويسة، عندنا صحة جيدة نقدر نشتغل. ده بالنسبة لي مشروع رجاح حلو تاني. وقلت حتى في البرنامج اللي احنا هنشوف منه حلقات لما نخش بس القناة، اللي عنده شايف ان في منطقته حاجة، شايف شارعه منطقته مكانه، شايف ان في مصر رجعت حلوة تاني، صور لنا فيديو برضه ابعته لنا. هنقول اغنية رجعها حلوة تاني، بنقول شكرا للي عمر واللي طور وخلى كل شبر فيها جميل منور، رجعها حلوة تاني سبحان مصور، مصر هي ام الدنيا. هو القصد اهو. رجعها حلوة تاني، كلمات الشاعر عصام فوزي، الحان
وغناء الفنان محمد وحيد، التوزيع الموسيقي الموسيقار وليد مصطفى، المنتج الفني الشاعرة زيزي رمسيس. لو بصينا تصفحنا تاني فيديوهات، الفيديو اللي بعده على طول كان في لقاء لينا. لا، ده هنا دي أغنية، فيديو لأغنية اسمها ما تخليش حد يتحكم في شخصيتك، موجودة برضو في ممكن نسمعها برضو. لو ما تخليش حد يتحكم في شخصيتك، ما تكونش تابع لحد مش عارف قيمتك ولا عارف أهميتك. اه مش عارف قيمتك ومش عارف أهميتك. هو من جواه فاضي بيتقوى بيك وبخبرتك. بنقدم أغنيات تحفيزية، أغنيات فيها طاقة إيجابية، بندعو الناس للتفاؤل، بنطبطب على الناس اللي هو يعني الفيديو مثلا أغنية اضحك وقت ما يعجبك. اضحك وقت ما يعجبك دي أغنية من أهم الأغاني اللي عندي، وكان ليا الشرف التعاون فيها مع الفنان الكبير الموسيقار حسن دنيا. هي كلماتي أنا الشاعر عصام فوزي، وألحان الموسيقار حسن دنيا، وتوزيع الفنان الموسيقار وليد مصطفى. وكان من حسن حظي إن الأستاذ حسن دنيا هو غناها بنفسه، بقت أغنيته هو، بقت الأغنية يمكن آخر أغنية هو غناها رسميا، اضحك وقت ما يعجبك. احنا بنقول فيها عيط وابكي في أي وقت تحس إن دموعك على وشك النزول، فضفض واحكي لو حسيت إنك وحيد أو حاسس إنك معزول، واضحك وقت ما يعجبك، اوعى الحزن يغلبك، ودايما سيبها على الله، هو اللي عنده الحلول. دايما سيبها على الله، هو اللي عنده الحلول. طبعا في فيديو في القناة موجود، الكليب الرسمي ومتصور بكذا شكل ومعمول بكذا مرة. في مطربين كتير زملائنا واخواتنا غنوه فيديوهات عادية جدا في البيت أو في مكانه، مغني اضحك وقت ما يعجبك. غنتها الفنانة ريما شماس، غنتها الفنانة نداء مجدي، قالها فنان محمد إبراهيم، مجموعة أطفال غنوها. عيط وابكي في أي وقت تحس إن دموعك على وشك النزول، فضفض واحكي لو حسيت إنك وحيد أو حاسس إنك معزول، واضحك وقت ما يعجبك، اوعى الحزن يغلبك، ودايما سيبها على الله، هو اللي عنده الحلول. قناة فيها 119 فيديو لحد دلوقتي، فيديوهات مختلفة عن بعضيها. في لقاء كان في الإذاعة المصرية، إذاعة صوت العرب، مع الفنانة الأستاذة المذيعة سوزي ثروت. في لقاء بنتكلم عن الأغنية وتأثير الأغنية وبرنامج وجوه، وإيه كل وجه فينا، الوجه الخير ووجه الطيبة، وده هل معبرين عنه بأغاني أو أغنيات. أنا طبعا يشرفني إن أنا أفضل كل الوقت أقول لكم شعر، لو أنتوا حابين ده طبعا يسعدني. في فيديو أغنية عجباني طريقة تفكيرك. في الأغنية التفاؤلية مفيش مستحيل. مفيش مستحيل دي يعني كنت بجهزها تتر البرنامج مفيش مستحيل، الإعلامية نهى مصطفى. بقول مهما طال الليل أكيد هيجي نهار، أكيد الشمس هتطلع، أكيد الورد هيفضل طول عمره جميل، مفيش مستحيل. نقول تاني، مفيش مستحيل،
مهما طال الليل أكيد هيجي نهار، أكيد الشمس هتطلع، أكيد الورد هيفضل طول عمره جميل. طول ما فينا الروح عزيمتنا أقوى سلاح، مفيش حاجة هتقدر تمنع إننا نوصل مهما كان مشوارنا طويل. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل. ده اسم الأغنية. نقول مهما طال الليل أكيد هيجي نهار، أكيد الشمس هتطلع، أكيد الورد هيفضل طول عمره جميل. مفيش مستحيل. طول ما فينا الروح عزيمتنا أقوى سلاح، مفيش حاجة هتقدر تمنع إننا نوصل مهما كان مشوارنا طويل. مفيش مستحيل. في طبعا عاوز أكلم مصر، أغنية عاوز أكلم مصر دي طبعا من أغنية من الأغاني المهمة بالنسبة لي. كلماتي أنا الشاعر عصام فوزي، وألحان وتوزيع الفنان الجميل الموزع الموسيقي والفنان الملحن مصطفى الشريف. قول عاوز أكلم مصر وهي اللي ترد عليا بنفسها، مش عاوز حد خانها أو عمل نفسه حبها. أهلا بمينا ومصطفى وبنيلها ابنها وبكل من قال اسمها. عاوز أكلم مصر وأقعد معاها لوحدها، مهما يحصل مهما يكون حب ليك حب جنون. لو ادوني كل الكون أفضل أحبك برضو يا مصر. مهما أبعد مهما أروح ساكنة دايما جوه الروح. تراب أسوان وهوا مطروح مكتوب عليهم صنع في مصر. طبعا الأغنية غناها الأخوين جويري، الفنان محمد فؤاد والفنان هاني فؤاد، هما اسمهم كده طبعا. هنسمعها. هم شابين ما شاء الله عليهم. يمكن صوتهم زي ما بتقول الناس، انتوا ممكن تسمعوا ده بيقولوا صوت. طب خلينا انتوا اسمعوا شوفوا قولوا، يعني اكتبوا لي في الكومنتات ممكن يبقى صوتهم شبه مين، عشان مبقاش انا اللي بقول ده يعني. القناة طبعا في الفيديوهات المحملة كلها طبعا انا هستعرضها مع حضراتكم، وفي انتظار في اي وقت طبعا يشرفني ارائكم في كومنت هنا في اليوتيوب، في فيسبوك، في اصحابي اللي عارف معاهم ارقامي بعتوا لي رساله في واتساب. اهلا وسهلا بيكم طبعا. وممكن نقرا مع بعض شويه يعني من الحاجات اللي لسه انا بجهزها. ممكن اخد راي حضراتكم في ده يعني، لو تسمحوا لي طبعا. في عندنا هنا في حاجات كتيرة بتتجهز لأول مرة. في موضوع عن أغنية اسمها المرأة. نقول المرأة هي الأرض المثمرة، بذورها نبتت حب وسلام وخير مالي كل البشرية. هي الجنة اللي طرحت رجالة فخر لكل الإنسانية. تاني، المرأة هي الأرض المثمرة، بذورها نبتت حب وسلام وخير مالي كل البشرية. هي الجنة اللي طرحت رجالة فخر لكل الإنسانية. أم إبراهيم ونوح ويونس وكل الرسل والأنبياء، موسى ويسوع ومحمد، إسماعيل وإسحاق وزكريا. نقولها مرة كمان ماشي. المرأة هي الأرض المثمرة، بذورها نبتت حب وسلام وخير مالي كل البشرية. هي الجنة اللي طرحت رجالة فخر لكل الإنسانية. أم إبراهيم ونوح ويونس وكل الرسل والأنبياء، موسى ويسوع ومحمد، إسماعيل وإسحاق وزكريا.
يسعدني طبعا أتلقى من حضراتكم رأيكم في كل كلمة أنا بقولها هنا أو كتبتها أو بشكر طبعا كل اللي بيتابعوني وكل المهتمين يشوفوا كل حاجة ليا أنا بكتبها. بهديهم كل حاجة ربنا كرمني بيها من نجاح، موصل لي سعادة. أنا بهديه كل مش هقول جمهوري، أقول لكل حبايبي وكل أصحابي وكل زملائي وكل اللي متذوق للفن، لأن الفن ملكنا كلنا. يعني التذوق الفني ده بداية الفنان، هو فنان أكيد عنده لمسة فنية، مجرد إن هو بيحس الفن فهو فنان. اسمحوا لي طبعا أنا هقرا معاكم جزء من الفيلم اللي احنا شغالين عليه. سكريبت موجود طبعا، وهراجع معاكم بعض الكتابات اللي هي مرشحة تكون معايا في الكتاب. يعني لو حد عنده رأي في حاجة يشرفني طبعا، يسعدني. هحترم رأيكم واحترم اللي هتقولوه كله. في مرات تانية هنكون مع بعض في بث مباشر، نقدر حتى نتواصل مع بعض تليفونيا. يعني أنا حابب أعيش تجربة معاكم، تواصل معاكم. يمكن أنا بعد لحظات أو بعد شوية أتصل بزملاء من أصدقائي يشاركوني معاكم اللي إحنا بنقوله، إن كانوا شعراء أو ملحنين أو فنانين. بسم الله. ده جزء من الكتاب، ده الباب التاني من الكتاب المفروض إن أنا بجهزه. كان في رسالة برضو جاية من الإعلامية ابتسام راجح. الرسالة دي موجودة في قناة اليوتيوب، في قناة مدرسة الحب والسلام، بس هي تبقى موجودة في الكتاب. يعني احنا دلوقتي الكتاب تحت الطبع، أنا بقرأ حضراتكم من النسخة اللي هي بتتجهز يعني. رسالة الإعلامية ابتسام راجح من الأردن. مساء الخير عليكم ويسعد أوقاتكم بالطيبة والسلام. أنا الإعلامية ابتسام راجح من الأردن، مقيمة بأسبانيا. لي الشرف الكبير بانضمامي لمدرسة الحب والسلام. هذه المدرسة التي تتحدث عن الخير والمحبة، والتي تدعو لطهارة النفس والقلب ورجاحة العقل والفكر. هي الرسالة دي موجودة بصوتها في قناة اليوتيوب. لو كتبنا رسالة الإعلامية، رسالة الإعلامية ابتسام راجح لمدرسة الحب والسلام، موجودة في القناة بتاعتنا، قناة مدرسة الحب والسلام. اللي احنا بنقراه ده كان هيبقى جزء، أو هو موجود هيبقى ضمن الكتاب. كتاب بيتضمن المحتوى اللي في القناة، اللي هو أنا بيشرفني إن أنا بشرحه لحضراتكم أو بنوه إن هو موجود هناك. في رسالة تانية موجودة، رسالة الفنانة التشكيلية مها جماس من لبنان. يقول: مرحبا بكم زملاء مدرسة الحب والسلام. أنا مها جماس، فنانة تشكيلية ومرشدة تربوية من لبنان. مدرسة الحب والسلام هي المدرسة الوحيدة الجامعة للود والحب والسلام، ومن كل وادي ريحانة، عن كل وادي حضارة، تجمع الفن الجميل والكلمة الراقية والفكر المستنير، وهي لوحة متناسقة ابتدأ برسمها المؤسس الأستاذ عصام فوزي، وتداول ريشتها مع أعضاء متميزين ليضيف كل منهم لمسته الرائعة. فعلا يعني كل الموجودين معانا في المدرسة هم مبدعين وفنانين. يعني الأستاذة مها جماس هي فنانة تشكيلية، الأستاذة ابتسام راجح إعلامية، ناس كتيرة جدا موجودة، كل واحد قيمة في الفكر وفي الثقافة. ويشرفنا انتوا تكونوا معانا. يعني اطلع على القناة
قناة مدرسة الحب والسلام. ولو شفت نفسك مكانك معانا تقدر تبقى موجود معانا تقدم. آه، يعني في المدرسة احنا بنتعلم من بعض كلنا، يعني مفيش أستاذ وفي تلميذ، لا كل موجودين أساتذة. يعني إيه أستاذ؟ يعني هو عنده خبرة في مجال معين أو في علم معين هو بيقوله، صح؟ كتاب برضه هيحوي فيه رسالة المطربة المغربية ندى عبد الله، رسالة الناقدة سمية الطيب من السودان، تقول أنا سمية الطيب حسن ممثلة وناقدة وأعمل في مجال. ده طبعا أنا بقراه عشان هو هيبقى طبع في الكتاب، إن هو موجود كفيديو. أستاذ سمية الطيب، سمية الطيب حسن يمكن ده اسمها المتداول في السودان. هي كانت بتقدم برنامج قطار الزهور في السودان، وهي خريجة أكاديمية الفنون في مصر، حاصلة على ماجستير في النقد الفني. يمكن الكتاب بتاع الأستاذة سمية بيتكلم عن الطفل أو مسرح الطفل تحديدا. هي ممثلة ومخرجة، وهي من الأعضاء أو من فريق مدرسة حب والسلام اللي ليه نشاط كويس معانا. اشتغلت معانا بفضل الله أوبريت مهم جدا، هو أوبريت أفريقيا بداية الإنسانية، وأغنية وحشت بجد أصول. تباعا هنوصل عند أوبريت أفريقيا بداية الإنسانية. أفريقيا بداية الإنسانية ده أوبريت بيتكلم عن أفريقيا، قارتنا، قارة أفريقيا. اللي هو هنقول جذور الأرض ولون الطين اللي اتعملت منه البشرية، النيل والورد وكل الفراعين وبداية الإنسانية. أفريقيا نيل الخير والبركة، نعمة ربنا اللي جمعت كل الشعوب. أفريقيا شمس الخير والبركة، نعمة ربنا اللي تدفي كل القلوب. اللي يشرب منه زينا أصبح خلاص مننا، أخونا وابن عمنا وكل المشاكل تدوب. أفريقيا. هنلاقي في قناة مدرسة الحب والسلام في كان لقاء مع الفنانة المذيعة الإعلامية صافي في قلوبكم، ده كان في قناة صوت العرب الفضائية. كل الشكر والتقدير لكل إدارة قناة صوت العرب، الأستاذ السيد أبو النور رئيس مجلس الإدارة وأخونا وصديقنا الغالي، والأستاذة الإعلامية صافي اسمها صافي طبعا، الأستاذ صافي سالم لمقدمة البرنامج، وبرنامجها اسمه صافي في قلوبكم. كان إعداد للفنانة عبير عبد العظيم، والإخراج للمخرج الجميل قوي اللي هو ما شاء الله دلوقتي هو الاسم المنور على الساحة، الأستاذ محمد قطب. أنا طبعا كنت أنا ضيف في البرنامج ده، كان في تاريخ 14 فبراير سنة 2019، كان في مناسبة عيد الحب. ده الجزء أنا بقرا اللي مكتوب في الكتاب اللي هو هيتبع يعني بنحكي، واللقاء نفسه اللي أنا بقوله ده موجود كفيديو في قناة مدرسة الحب والسلام. طبعا كان توجه لي سؤال عن الحب ومفهوم الحب ومفهوم السلام، يعني ايه المدرسة اتنشأت ازاي واجتمعنا ازاي وبدايتها كانت ايه. كان من ضمن الأسئلة بالنسبة للمبادرة اللي هي مبادرة مدرسة الحب والسلام، هل هناك شخصيات حابب تذكرهم من مدرسة الحب والسلام أو توجه لهم تحية؟ انا طبعا بجاوبها. قلت له طبعا الموضوع بدأ معايا مع الصديق المقرب دكتور مصطفى زكي، الدكتور في كلية التربية الموسيقية، وهو من الأصدقاء المقربين بحكم تخصصه في الموسيقى، وأنا شاعر غنائي. يعني مش هقرا طب بس أشرح لكم. طبعا دكتور مصطفى زكي بحكم إن هو يعني أصبح صديق ليا على اعتبار إن هو ملحن وهو أستاذ بيدرس علوم الصوت والضوء في الكلية.
بيقول لي انت ضمن احلامك ايه؟ يعني بيقول لي انت في يوم من الايام نفسك تبقى اغانيك دي الدنيا كلها بتسمعها. قلت له لا، انا نفسي اعمل مدرسه الحب والسلام. قال لي يعني ايه مدرسه الحب والسلام؟ قلت له نفسي في مكان، اعمل مكان اجمع فيه كل الناس اللي انا بحبهم، يبقى مكان كبير جدا، كل الناس نعيش كلنا في مكان واحد. الناس تقول لك لا ده انت كده المدينه الفاضله، انت كده افلاطون، انت كده انت كده. بس هو الموضوع معايا مختلف. يعني انا بجمع الناس اللي بحبهم دلوقتي في عمل فني. يعني كل عمل من الاعمال الفنيه الموجوده في قناه مدرسه الحب والسلام هتلاقي تيم قوي جدا. هتلاقي نفس الفريق ده هو بيحب بعضه، حتى لما كانوش يعرفوا بعض. بيحصل ان انا قبل ما نشتغل في العمل لازم كلنا نكون اتجمعنا مع بعض. يا جماعه احنا عايزين نشتغل في موضوع نستثمر فيه الامكانيات المتاحه اللي عندنا، امكانياتك انت وامكانياتك انت وامكانياتك انت وامكانيات المتوفره حوالينا. لان اصلا بنشتغل من خلال مؤسستنا اللي هي بتول اف ام. بنقول بتول اف ام خطط النجاح والتسويق. اللي هو دورنا يعني بنحط خطه نجاح لمنتج، لبراند، لشخص، لكيان، بناء على المعطيات الموجوده. نحط خطه نجاح على اعتبار ان انا دارس التجاره، انا خريج تجاره القاهره، خريج مسرح تجاره، بفتخر مسرح تجاره. بفتخر بكل دفعتي وكل جيلي اللي موجود من جامعة القاهرة كمان كلها، مش مسرح تجارة، مسرح المنتخب الجامعة، مسرحنا اللي اتعلمنا فيه. مسرح تجارة الأستاذ هشام عطوة حاليا رئيس هيئة أصول الثقافة، الفنان أحمد حلواني، الفنان سيد الفيومي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان هاني رمزي، وفنانين طبعا ممكن يكونوا اساتذتنا وسبقونا، بس هو ده مسرح تجاره. هم ما كانوش سابونا برضو اثناء مسرح تجاره، وهم خريجين زي ما احنا بعد ما اتخرجنا رحنا لاخواتنا اللي في مسرح تجاره اللي موجودين دلوقتي، اللي هم غالبيه مسرح مصر ده مسرح تجاره. طبعا جامعه القاهره الدفعه الحقوق، بس كان حقوق الفنان الملحن الجميل عمرو مصطفى. تجارة طبعا مش هنسى الفنان أخويا عاصم حسين، شاعر غناء كبير. القناة طبعا فيها طبعا أنا مع الوقت في فيديوهات تانية أعمل اتصالات هاتفية بكل الأسامي اللي أنا هقولها، بس يمكن أنا بعمل التيست ده أو هو الفيديو ده دون ترتيب يعني. بس برضو هنحاول نعمل تليفونات دلوقتي ونشوف مين ممكن يبقى معانا، ممكن مين يقعد معانا نتكلم مع بعض، ممكن مين اروح له، ممكن ننزل نصور في كذا مكان. واللي حاببنا نيجي عنده نصور هنيجي. تصور مثلا برنامج رجاع حلوة تاني، برنامج عاوز اكلم مصر. كتاب طبعا في الرسائل كلها اللي موجودة اللي خاصة اللي جات للمدرسة. في طبعا أشعار موجودة فيه مكتوبة، في قراءة تحليلية. أنا أريد اللي كتبه ربنا ليك، ده دعاء اللي كتبه ربنا ليك. ده ربنا اداهولنا الدعاء ده، يعني كتبت أنا دعاء موجود برضو كفيديو كليب، موجود كأغنية. وقلنا اللي كتبه ربنا ليك ارضى بيه، هو أدرى منك وأكيد له حكمة فيه. انت بس قول له شكرا، ألف حمد يا رب ليك، اوعى تقول ازاي وليه، راجع نفسك العيب فيك. طبعا ده لحنه الملحن الموسيقار الأستاذ أنور بنان من اليمن، وكان توزيع الفنان مصطفى طاهر، وغنته الفنانة الموهوبة الشابة نداء مجدي. تقدروا هنشوفه طبعا موجود على القناة دعاء اللي كتب ربنا ليك، موجود في أي كل اللي أنا بقوله ده موجود في كل محركات البحث، في جوجل هنبحث هنلاقي، في فيسبوك هنلاقي، في يوتيوب طبعا هنلاقي، موجود في الكتاب اللي أنا بقراه ده أو اللي هو تحت الطبع. قراءة تحليلية كتبها الأستاذ محمد عبد الجبار، ده ناقد من اليمن، كان بيتكلم عن دعاء اللي كتب ربنا ليك.
انا طبعا في انتظار رايكم واقتراحاتكم واي حاجه نفسكم تسمعوها. تحت امركم. اللي عايز اهديه واكتب له غنوه او اكتب له موضوع يعبر عنه او عاوز يهدي حد حاجه في شكل كتابه، انا تحت امري. انا بجمع لكم يعني ايه غالبا كل الحاجات المهمه في القناه يعني. طبعا في قناه يوتيوب مدرسه الحب والسلام في مشروع اغنيه بفكر اغيب، موجوده برضو، انا قايلها اداء صوتي بشكل تاني بموسيقى ككليب موجود. بتقول بفكر اغيب عن نفسي وابعد عنها شويه، ابطل اقعد مع نفسي وهخرج للدنيا دي. قررت اخرج من الاحزان وابطل تاني ابات زعلان، مش هقفل نفسي تاني عليا. بفكر اغيب عن نفسي وابعد عنها شويه. قول بفكر اغيب عن نفسي وابعد عنها شويه، هبطل اقعد مع نفسي وهخرج للدنيا دي. قررت اخرج من الاحزان وبطل تاني ابات زعلان، مش هقفل نفسي تاني عليا. بفكر اغيب عن نفسي وابعد عنها شويه. اللي هو اوقات الواحد اللي هو قاعد مع نفسه مش عايز يتعامل مع حد، يقول لك انا بحب الوحده. ممكن يجي في وقت يعني ما يحس ان الوحده بتضره اكتر ما بتنفعه. يعني يعيش لوحده ازاي؟ يعني ازاي مش هيبقى في عنده ناس في الدنيا هم مهمين عنده، محتاج يتكلم معاهم او يتكلموا معاه؟ على الاقل هم المحتاجين، يعني بلاش هو المحتاج لهم. هو ربنا مديله مثلا حاجة حلوة، الناس حابة تتكلم معاه، حابة تاخد رأيه، حابة تستشيره، فهو قافل على نفسه. فقرر بيقول بفكر أغيب عن نفسي وأبعد عنها شوية، هبطل أقعد مع نفسي وهخرج للدنيا دي. قررت أخرج من الأحزان وبطل تاني أبات زعلان. يا ريت يا جماعة كلنا يعني نحب الدنيا، رغم ان الدنيا هي متعبة. الدنيا يعني محتاجة حد يعني يتحمل، حد يرضى بالمكتوب، يعرف يتعامل معاها. شوفوا ده بالشكل اللي هو معمول فيه ومشروع فيه ده، ويهمني برضو رأيكم. في كمان طبعا القناة عليها حاجات مش شرط تكون كلها بتاعتي. يعني في كليب او في الاغنية اسمها انا الانسان او انا الفنان، عفوا، دي تأليف الشاعر عبد العظيم سمير. وفي شغل لشعراء تانية كتير موجودين من أعضاء المدرسة ومن فريق عمل مدرسة الحب والسلام. آه، في الشاعرة زيزي رمسيس ليها كذا موضوع. هي طبعا كانت معانا في رجاع حلو تاني كمنتج فني. هي طبعا شاعرة ليها وضعها وليها قيمتها، وزي ما بقول احنا كتيم وكفريق كل واحد فينا هو فنان في الاخر. بس ممكن في عمل مش شرط ابقى انا الشاعر فيه، ممكن انا اعمال كتيره انا المنتج الفني ليها. يعني انا بتابع الموضوع كله مع الزملاء بحكم خبرتي في ده، وفي ناس عندها خبرات في حاجات تانية. آه، طبعا انا مش هقدر انسى لسه فيكي حيلة عفري للفنانة الشاعرة زيزي رمسيس. ان شاء الله يعني ايه هقرا لكم منها حاجات. كنت اتمنى طبعا، اتمنى ان هي ممكن تبقى معايا في اللقاء ده او في الحلقه دي، بس هنحاول نكلمها.
بس هقرا لكم الاول اهو. مقتنع بنفسي دي احنا عاملينها، يعني دي برضو في اعمال مشتركه انا عاملها مع زملاء بمكتوب كلمات الشاعر فلان الفلاني. دي كلماتي انا والشاعره عزيز رمسيس، اغنيه اسمها مقتنع بنفسي. يقول: مقتنع بنفسي ولا يشغلني كلام الناس ولا يهمني رأيهم فيا. مقتنع بنفسي مش محتاجة مساعدة حد ولا أي حاجة من الدنيا دي. مقتنع بنفسي وراضية بنعمة رب عليا. أنا عايشة في خيره ومليش غيره، ونعمه دايما مالية عليا. مقتنع بنفسي. هي طبعا كمان عندها حاجات كتيرة أوي مصر، احنا ممكن نكلمها على فكرة. نحاول ده هنعمل ده. أنا في البث المباشر او لما نعمل بث مباشر ابقى منتظر مشاركة حضراتكم جميعا. اللي يحب يتصل يشارك معايا في ده اهلا وسهلا بيه. هي اتكلمنا عن اعمالها الفنية، واتكلمنا عن المدرسة، واتكلمنا عن تجربة رجعها حلوة تاني. ان هي كمان حاليا هي المخرجة لبرنامج رجعها حلوة تاني اللي احنا بنشوفه. يعني هو العمل مشترك بيننا وبين بعض بنعمله، هنقدمه سوا ان شاء الله. وفي حلقتين ثلاثة اتعملوا منه، وممكن في انتظار ان احنا نيجي نزوركم في كل مكان عندكم، نشوف مصر ازاي حلوت تاني. نشوف الاستاذ يجي. الو. 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 صباح الخير. اهلا، صباح النور يا استاذ عصام. استاذ عزيز، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ انا المفروض ان انا بعمل حلقه عن مدرسه الحب والسلام، وبشارك الزملاء وفريق العمل معايا اه باتصال تليفوني او حد يكون موجود معايا. عندك وقت ممكن نتكلم شويه عن مدرسه الحب والسلام وعن تجربتك معانا؟ ان شاء الله يا استاذ عصام، اتفضل، اهلا وسهلا بيك. احنا كنا انا دلوقتي مع. بنطرح بنقول على مقتنع بنفسي كأغنية. إن شاء الله ده عمل مشترك من أعمال اللي تصدرها مدرسة الحب والسلام. عمل مشترك كتابة ما بيني ما بين حضرتك، زي ما أنا عملت تجربة مع الفنان عبد العظيم سمير الشاعر، ومع زملاء تانيين هنتطرق ليهم يعني. بس في الأول خلينا نتكلم عن مدرسة الحب والسلام، لأن الحلقة أنا بعرف الناس اللي أول مرة تتعرف على المدرسة. المدرسه دي كيان حقيقي بجد. انا اتشرفت ان انا انضميت للفريق ده. فريق ممتاز جدا. سعدت جدا بوجودي فيه. حاجه تشرف اي بني ادم ان هو انضمامه ليه. احنا بنرتقي كفريق كامل بالمعاني والكلمات والثقافة. بنرجع زمن الفن الجميل تاني والرقي. مدرسة الحب والسلام عايزة ترجع البني آدم تاني. ازاي يبقى راقي في كل حاجة، في الكلمة، في الأخلاق، في الحب والسلام، في انه يبقى مسالم. مفيش ضغينة، مفيش حقد. كلنا فريق واحد، كلنا بنحب بعض حتى لو احنا مش شايفين بعض. في فعلا، لأن محبة في احنا أغلبيتنا كلنا موجودين في بلاد مختلفة وفي يمكن دول مختلفة. يعني انا اتعرفت من خلالها مثلا على شعراء من سوريا، الشاعرة مثلا أميرة ملحم، الكاتبة والدكتورة سمية، الدكتورة رسومات زينب. طيب. ناس ف... ناس أخلاق جدا. ما التقيناش مع بعض، ما شفناش بعض، بس كلنا تيم واحد بيحب بعض. وقت ما بتسمح لنا الفرصة إن إحنا بنكلم بعض هو كل بنتكلم. عمل بيبقى شغالين عليه بنجمع التيم اللي بيشتغل. يعني أنا حتى قلت الكلام ده في أول اللقاء وأنا ببدأ أول الحلقة، ان هو اللي هو القائم، يعني العمل قائم. فكرنا دلوقتي بنعمل مثلا غنوة لمصر، مواصفاتها كذا كذا، مطلوب كذا كذا. فالتيم ده اللي جوه المدرسة
بيجتمع فعلا ان هو بنجتهد يبقى كلنا، موجود. بس الاستاذ انور بنجتهد بنان كلنا. مع عمل الدعاء اللي كتبه ربنا ليك، هو ما جاش مصر خالص بصراحه، يعني تواصل يعني معانا وبعت لنا اللحن وانا نفذناه هنا طبعا في الاستديو عند الاستاذ مصطفى طاهر يعني. فكيان جميل جدا يعني. يا ريت الناس كلها تشوفه وتحتذي بيه. حاجة هتعجب مش بس مصر، لا دي البشرية كلها، يعني معمول للبشرية كلها، مش في مجال معين أو دولة معينة أو فئة معينة من الشعب أو فئة معينة لا، ده ضامن العالم كله، ضامن السلام والمحبة للناس كلها من غير ما نعرف بعض. وهو ده الهدف منه، ان احنا نبقى اخوات، ان احنا حتى في كتيم عمل احنا اخوات، بنحب بعض، مفيش ضغينة ومفيش كره، في ارتقاء بقى، ارتقاء بالكلمة، ارتقاء بالفكر، ارتقاء بالثقافة. الكلمات يعني لما اشتركت انا وحضرتك، ده شرف مقتنعة ليا طبعا. بنفسي ومش مقتنعة، ده احنا اشتركنا في كذا عمل. ان شاء الله، بس هو اول كان حاجه هتبقى غنوتك انت المستقله، هنشتغلها لاغنيه مصر. الاغنيه اللي هي يعني يمكن ده كان اول، انا عن نفسي الكلام شفته اعجبت بالكلام قبل ما اعرف حضرتك، لان شفته على صفحتك، لسه فيكي حيل تعافي. دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، اللي قلت فيها لسه فيكي حلت عفري، لسه واخدة العندغية. ممكن بس نعلي صوتنا شويه وبالراحه، واحده واحده عشان نسمع. آه، قلت فيها، كنت بكلم فيها مصر، ايوه. فبقول لها لسه فيكي حلت عفري، لسه واخدة العندغية، رغم ان الكل سابك، لسه صلبة الطول قوية، الحديد من الضرب لان، الله. وانتي ابدا لم تديني، شايلة فوق حمل الجبال وماشية بالله تستعيني، وان وقعتي تقومي اقوى. ماشيه بالله تستعيني. استاذنك بس. ماشية. لا لا، عاوزين نسمع تاني من الاول معلش. موضوع جميل قوي قوي، انا نفسي منبهر بيه من اول معلش. انا حباها حقيقي بجد ان يعني. شاء الله هنعملها غنوة قريب، ربنا يسهل نخلص خطة ان شاء الشغل الله لنا فيها عمل كده ولا عملين، وهو العمل التالي ان شاء الله سيظهر لها مطرب. انت شايفها مطرب يغنيها ولا مطربة ولا متخيلها ازاي؟ هي ممكن تنفع لده وده، هي عايزة حد حاسس بيها يعني. يعني ايه لسه فيكي حيل تعافري؟ يعني المفروض ان هي يبقى ما فيهاش حيل يعني ولا ايه؟ يعني انا بتكلم فيها، انا شفت مصر مرت بحروب ومصارعات يعني بتفتخر ان واحتلال، هي بتحاول وعندها صبر وعندها قوة ومع وعندها. ذلك هي امم. لسه قوية. اي. مهما يعني كل اللي هي مرت بيه من محن، لكن هي قوية، قوية بشعبها، قوية بقيادتها، قوية صلبة، عاملة زي الحديد، ما بتقعش، ولو وقعت بتقوم أقوى من الأول. ده هي قامت الحمد لله ورجعت حلوة تاني. والحمد لله رب العالمين. انت جيت بقى كملت الجزئية دي في الأغنية الجميلة اللي انت عملتها، رجعها حلوة تاني. هنسمع لسه فيك حيل عفري بتركيز بقوة. هسكت خالص وكلنا هنسمعك، كل بيسمعونا طبعا. آه لسه فيكي حلت عفري، لسه واخدة العندغية، رغم ان الكل سابق، لسه صلبة القوية، الحديد من الضرب لان، وانتي ابدا لم تديني، شايلة فوق حمل الجبال وماشية بالله تستعيني، وان وقعتي تقومي اقوى وتنفضي تراب الوجع. انت ست صحيح لكنك تغلبي مليون جدع، وان عينيكي في يوم بكت يضحك صغرك من الألم، لسه عندك مليون أمل، عمر ظنك ما انخدع، شايلة ربك جوه قلبك، أصل ربك هو سندك، وانت ظنك به كبير،
مهما كان حمل السنين، مهما شفتي من شرور وناس من دمك حاقدين ومغلولين، ما انت ست صحيح ولكن تغلبي مليون حقود أو حسود. الله. يا جميلة في يوم عبوس، قلب صافي كالحليب، واللي ما يعرف يصونك يبقى خسر كل النفوس. ما انت ست صحيح جميلة والجمال فيك يا عجب. الله يا الله. حبيبتي يا مصر. الله، تحيا مصر. الله عليك يا استاذ. وصفتها مصر عاملة زي الست الجميلة. اي يعني الحاله دي يعني جات لحضرتك ازاي وانت بتكتبيها؟ يعني الفكره خطرت في بالك ازاي؟ أنا قريت عن مصر طبعا، أزمنة مرت بيها. في كل مرة ألاقيها تقع بس ترجع أقوى، تقع بتشنكل ترجع يعني، أقوى. بتشنكل بس ما بتقعش يعني كده، يعني كده بس. إحنا لا. بالمنطلق اللي الناس بتقوله. أنا ايوه. بكلم دلوقتي فئات، كل الفئات، فيقول لك إيه دي وقعت. لا، هي ما وقعتش، هي زي ما حضرتك قلت اتشنكلت، بس رجعت أقوى، طبعا وقفت طبعا. ورجعت أقوى من الأول. مصر مرت عليها حروب كتير واحتلال كتير، ومع ذلك هي قلب الدول العربية. هي دلوقتي هي ما قلب، شاء الله هي عاصمه العالم، وخصوصا في اللي وهي احنا شايفينه في مؤتمر المناخ طبعا ما شاء الله يعني حاجة العالم كله عندنا. رائعة، الحمد لله رب العالمين. ودي اللي خلاني أقول لسه فيكي حيل تعافري، وانت ست جميل صحيح لكن بتغلبي مليون جدع. مليون جدع بقى اللي هم ايه، اللي عايزين يهدوكي، واللي عايزين يخربوا فيكي. في حاجة تانية لمصر حضرتك أكيد ده سمعنا؟ كتبت بقى فيها حاجة ايه، الجمال بتاع الصباح، بتاع الصبح بتاع مصر. الله. الشمس هنا ليها وضع جامد يعني. اه طبعا، شمسنا الجميلة. غنانا الحلو بتاع الصبح ده، لما بنسمع ام كلثوم الصبح وهي كانت بتقول لك يا صباح الخير يا اللي معانا. أنت قلت إيه بقى في آه الصبح؟ قلت في الصبح ايه، زهور الصبح بتغني وتحكي عبير محبينا، تشوف الورد بيفتح وغصن بنفسك يحيينا، الله. كروان الفجر بيسبح. كروان الفجر ده ما تلاقوش الا في مصر. كروان ده فعلا كروان بيجي تبص تسمع صوته. كطائر، يعني الطائر ده مش موجود يعني في كل دولة. موجود بس دايما في مصر سبحان الله تلاقيه ظاهر جدا ساعة بنسمعه هو الفجر. بيقول الملك لك لك يا صاحب الملك. الملك لك لك يا صاحب الملك. ونغمه يطرب أذانينا، نغم القروان اللي عمال يسبح بيطربنا. الله. وتشرق شمسنا الحلوة، وتشرق شمسنا الحلوة، شمسنا الحلو. تدفي برودة ليالينا. يا سلام. وعم صلاح شاعرنا، صلاح جاهين طبعا. شاعرنا الكبير صلاح، صلاح جاهين ولا صلاح صبوري؟ صلاح جاهين، صلاح جاهين. رحمة الله عليه. يا ما قال وأشجانا. فطور الأم في بلدنا، نيجي بقى على فطور الأم في بلدنا، يشهي قلوب أعادينا، فطير بالزبدة متغرق وعسل وقشطة ولبن محلوب بخير أياديها. الله. ونغرق إحنا في جماله، وغنوة حلوة نسمعها يطيب بيها فؤادنا. يا سلام. وضحك الطفل ببراءته تحلي صبر أيامنا. ورقعة فجر ترقعها تزيح الهم في عينينا، وتبدأ يومك بمحبة تلقى الرب كده حمينا. ولما تقول بكل خشوع يا رب الكون ماليش غيرك، الله الله. يطمن قلبك الحيران ويبعد عنك الشيطان ويفتح رزقه في يمينك، وتحلى الدنيا في عيونك. ما تيجي نسبح الرحمن الله ونشكر الله. فضله بقى علينا.
شكر لله والحمد لله طبعا. برافو عليك يا استاذه، احسنتي. الله يخليك، ميرسي جدا وميرسي لذوقك وكل حاجة بجد يعني. أنا سعيدة آه، بتواجدي معاك انا اتشرفنا وتواجدي طبعا. في المدرسة. عاوزك تدي الناس فكره عن مشروع رجاء حلوه تاني، البرنامج القائم حاليا بعد الغنوه ما اتنفذت ونجحت بفضل الله يعني. الحمد لله بعد ما خلصنا يعني ما خلصناش طبعا، احنا لسه في مسيرة الشعر، بس برنامج رجعها حلوة تاني. دي الفكرة اللي احنا عملتها أنا وحضرتك. دي بنتكلم فيها نفسك تقول ايه لمصر لو جات لك الفرصة تتكلم عن مصر، نفسك تقول ايه؟ هتقول ده لمصر ايه؟ امتدادا لمشروع عاوز اكلم مصر. ده امتداد للمشروع ده. فاحنا بننزل الشارع، بنلتقي بأي حد قدامنا، أي فئة قدامنا، عمال، طلاب، مدرسين، دكاترة، صحفيين، مسؤولين. آه، يقول لنا هو شايف مصر ازاي، ايه اللي عاجبه فيها، ايه التطور اللي شافه فيها، ايه الحاجات الحلوة اللي ظهرت على مصر مؤخرا. مش عايزة اقول عشان ما يقولوش ان انا محايدة لسيادة الرئيس، بس انا محايدة فعلا من كل منحازه ولا قلبي. محايده؟ محايده يعني تقصدي يعني؟ سوري يعني عشان ما يقولوش ان انا على لا، نفتخر ان احنا مع سياده انا الرئيس، نفتخر ان احنا كفنانين وكشعراء وكمصريين، ان احنا شفنا الجمال بتاع مصر في عهده. انا مؤيدة لكل فعل فعله شفنا الحريه ان احنا نقدر نتكلم، بنقول سياده الرئيس اصلا بنتكلم، نقدر بالظبط نتكلم بالظبط كده. في ميديا وفي تلفزيون ده شرف لينا في طبعا. عصر شرف لينا ان احنا نتكلم في حاجة زي كده، وعصر فيه الحرية فعلا بجد. شرف لينا ان نفتخر، واللي يقول ان آه، احنا تبع سيادة الرئيس، احنا رجالة مصر، جيش الفن، جيش الشعراء، جيش المبدعين، بالظبط. ولاد وده مصر. واجب، ولاد كل مصر. مصري شريف. هو سيادته ابن مصر، هو بالظبط ابن كده. مصر، هو مش هو غريب مننا، عننا يعني. هو مننا، من دمنا، من دم بالظبط. مصر، شرب من النيل مصر يعني. احنا المصريين اللي بنحب مصر، احنا اللي بنخاف عليها، احنا اللي بنحميها، وقائدنا لازم نفتخر لا، بيه. ان شاء الله احنا قريبا في حيز التنفيذ، ومشروع من المشاريع المهمه، مسرح حلوت، ده كلمات طبعا والحان الموسيقار الكبير حسن دوري. هي مسرح حلوت بيك رئيسنا، مش هنقول مصر منها اي حلوت بيك حاجه. يا ريسنا، اه. مصر حلوت بيك يا ريسنا. اه طبعا. دي هتبقى مفاجأة دي ان مفاجاه شاء مش الله. هنقول فيها حاجه ان شاء الله، وموجود منها جزء في القناه في اليوتيوب، يعني كنا في التلفزيون الرسمي قناه تانية، وقلت انا منها جزء. طبعا بالظبط كده. هتختمي معانا بايه بقى عشان دلوقتي؟ آه، مش هقول لك لمصر حاجة. في ملكة فرعونية. نقول ملكة فرعونية اللي احنا برضو عملناها مع بعض. اه، دي كتبناها سوا ان شاء الله بفضل الله يعني. شرف ليا طبعا. اتفضلي. الشرف لينا احنا يا استاذ. اتفضلي. يعني انت كيان، كيان جميل آه حقيقي بجد يعني. انا بدون الفريق مدرسة الحب والسلام انا ولا اي حاجة. ربنا يبارك في كل المبدعين وكل الناس اللي موجودة معانا، العظماء اللي بيدعمونا في مدرسة الحب والسلام، الشعراء والفنانين والملحنين، اغلى الناس عندي. بركة فيكي طبعا، ربنا يبارك فيكي، وبشكرك طبعا على مجهودك اللي آه، انت بتعمليه من اجل مصر ومن اجل الفن ومن اجل الابداع ومن اجل مدرسة الحب والسلام. الله يبارك في حضرتك حقيقي بجد. انت قامة بجد فنية. الواحد اتشرف ان هو انضم للفريق ربنا بتاعك حقيقي يقدرنا ان بجد. شاء الله، ونقدم حاجة حلوة لناسنا ولمصر. يعني حقيقي مواطن مصري، الواحد يرفع له القبعة. ده العفو يا استاذ، ربنا يبارك فيك. ملكة فرعونية. ملكة فرعونية قلنا فيها ايه بقى؟
أنا العاشق أبو قلب راشق في حضن حبيبتي وروحها دايبة فيا. أنا العاشق ومطمن وواثق جدا لعدالة قلب أميرتي ونظرتها دايما ليا. أنا آدم، أنا يونس، أنا يوسف، أنا أيوب، وهي أجمل حورية. بنت جميلة وشقية ودلوعة وبنت جنية. أم النيل الجميلة أعظم ملكة فرعونية. يا جميلة اللي هو جميلة انا جدا. العاشق ابو قلب راشق في حضن حبيبتي وروحها دايبه فيا. انا العاشق ومطمن وواثق جدا لعداله قلب اميرتي ونظرتها دايما ليا. انا ادم، انا يونس، انا يوسف، انا ايوب، وهي اجمل حوريه. بنت جميله وشقيه ودلوعه وبنت جنيه. ام النيل الجميله اعظم ملكه فرعونيه. كلمات فريق شعراء مدرسه الحب والسلام، عصام فوزي، زيزي رمسيس، او زيزي رمسيس عصام فوزي. وان شاء الله يعني تسمعوا حاجه حلوه. اشكرك جدا استاذ زيزي، وبشكركم جميعا اصدقائي وزملائي وحبايبي وكل تابعوني خلال الوقت اللي فات ده كله في الحلقه. اتمنى اكون معاكم ان شاء الله كل يوم. هنرتب حاجات حلوه، بس بعد ما اشوف رايكم واشوفكم النت. يعني شوف رايكم، اكتبوا لي ايه رايكم في اللي حصل ده كله. عجبكم هتلاقوني كل يوم معاكم بقدم لكم حاجات من اللي انا كاتبها. اشكركم جدا، تحياتي ليكم جميعا. اقول لكم طبعا مصر فعلا بتحلو، مصر بتتطور، مصر بتتغير، مصر بتاخد شكل كنا بنتمناه كلنا. نتمنى ربنا يدينا فعلا عمر نشوف مصر في اللي هي رايحه له، رايحه في حته حلوه قوي. والبركه فيكم، بركه في شباب، بركه في ولادنا اللي بتكبر. مصر بتتجهز ليها. تحياتي ليكم جميعا، بشكركم جدا. السلام عليكم.